السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي كله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتكيتي، معلش عشان عندي برد بقى، هتحس ان صوتي متغير. قبل اي حاجه يا ريت كده الاخت ربنا يشفيها كده ويخليها لاولادها. تاني حاجه بصوا بقى، هما كانوا النهارده عاوزين اعمل لهم محشي، بس بصراحه عشان انا البرد هددني، حتى باين في صوتي ان انا صوتي تعبان شويه، فقلت اعمل لهم اكله كده. يعني انا شفت واحده في دوله خليجيه بتعملها، بس انا استغربت لان انا قبل كده عندي على الفيس بتاعي اصدقاء من دول الخليج، دايما اسمع كلمه ايه، الستات في دول الخليج ما بتطبخش، الستات في دول الخليج مرفهه قوي 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 قوي، كلهم عندهم خدامين ما بيطبخوش. اتضح لا، لقيت ناس كتير قوي لما بسالها بيقولوا لي لا، في دول الخليج في الناس اللي هي عندها الطبقه العاليه قوي اللي عندهم طباخين، وفي الطبقه المتوسطه، وفي كمان الطبقه الفقيره. ماشي. فالطبقه يعني الطبقه اللي هي الوسط، اللي هي تبقى موظفين، تلاقي الواحده تيجي من شغلها، او لو كانت ست بيت بتيجي تعمل اكلها عادي. على العموم مش ده موضوعنا. المهم عجبتني اول وصفه ان هي جابت بطاطس وقطعتها. يعني انا حتى في الوصفه دي جبت نص كيلو بطاطس وقطعته كده مكعبات وقلت احمرها. بس طبعا انت هتقولي لي هتحمري، هتعملي لهم بطاطس محمره؟ لا، البطاطس ديت انا هحمرها، بس هعوزها في الوصفه اللي انا هعملها دي. هي الوصفه ديت وصفه، يعني انا جبتها من واحده سعوديه صراحه، يعني من السعوديه، وهي ست بيت عاديه. يعني قالت لي لا، في السعوديه في عادي، في اللي بيبقى جايب مثلا طباخين، في الست بتقف تطبخ في بيتها عادي عادي، مش كل دول الخليج بيجيبوا طباخين لستاتهم. المهم لما قالت لي على الوصفه دي عجبتني قوي، فجربتها مره وكلناها طلعت حلوه. فلما كانوا النهارده في البيت مصرين ان انا اعمل لهم محشي كرنب، وانا عندي برد وحتى باين في صوتي، قلت لا خلاص مش مشكله، انا همشيها كده النهارده، وابقى بكره ولا بعده كده اعمل لهم محشي كرنب. المهم جبت البطاطس وحمرتها، وبعد ما حمرتها وشلتها حطيت بقى البصلايه دي كده ايه مكان ما حمرت البطاطس. حتى انا هعمل الوصفه كلها في الطاسه اللي قدامكم دي، يعني الوصفه كلها هتتعمل في الطاسه دي. بس في حاجه بقى، يعني انا ما رضيتش حتى اطلعها، حتى هي لما اتمسحت مني قلت مش مشكله، ان احنا كنا النهارده هناكل سمك مشوي، فانا حتى السمك المشوي بشويه في الشوايه بتاعه الفرن، حتى ما رضيتش اطلعه لان انا قبل كده كذا مره قلت على الطريقه بتاعته. يعني الاكله دي ممكن تتاكل كده، بس هي قالت لي ان هم بياكلوها مع السمك المشوي، زي احنا هنا كده في مصر نحب ناكل الرز الصياديه مع السمك. هم قالت لي الاكله دي هم بيحبوا ياكلوها مع السمك، فانا قلت خلاص اعمل سمك مشوي واعملها لهم النهارده. بصوا انا حطيت مطرح ما قليت البطاطس، حطيت البصليه اصفرت، وبعد كده جبت حاطه ايه نص كيلو طماطم، انا بشرب المبشره، وغسل هنا كيلو رز. جبت بقى كيلو الرز ده مطرح ما غسلته كده وحطيته عليها كده تسبيكه، بس صدقوني طعمها في منتهى اللذاذه، في منتهى اللذاذه وتغيير في الاكل. ما تنسوش بقى، نسيت اقول لكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه اللي اول مره بيشوفني، وما تنسيش اللايك، وتقولي لي بتتابعيني منين عشان ده شيء يساعدني، وربنا يجعل لكم كله هنا وخير وسعاده. بصوا بقى، انا هنا حطيت بعد ما حمرت البطاطس وحطيت البصل وحطيت الطماطم اللي انا بشرها من المبشره، مش ضربها في الخلاط، وحطيت بقى الرز كده وقعدت اقلب شويه فيه. هحط له بقى الميه بتاعته كده واسيبه بقى مع نفسه، مش هسيبه مع نفسه كتير، يعني هي دوبك هتغلي، وبعد كده هقول لكم انا هحط البطاطس اللي انا قليتها فيه. بس صدقوني طعمها لذيذ لذيذ لذيذ، يعني انت ممكن تاكليها كده حاف. يعني احنا النهارده هناكلها مع سمك مشوي، بس ممكن انت عايزه تعمليها كده وياكلوها كده عادي، لان انا بصراحه هما كان نفسهم النهارده ان انا اعمل لهم محشي، بس والله العظيم البرد هددني، حتى باين في صوتي حتى متغير شويه. على العموم يا كتاكيتي، الوصفه دي جميله قوي
وطعمها حلو قوي. واللي لسه ما قامتش تعمل غداها، لو محتاره تعمل ايه قومي اعمليها وعلى ضمانتك، طعم وريحه وتغيير في الاكل كمان. بصوا اهيت، قعدت بقى اقلبه كده ان انا عاوزاه. يعني لو كنت انا في اليوم ده تعبانه، لو كنت قادره كنت سبته كمان شويه كده، اشوحه كده في القلايه كده عشان يبقى محرمش اكتر. وهحط بقى الميه بتاعته. بس في الوصفه دي ما تكتريش الميه، يعني نصيحه مني اللي هتقوم دلوقتي تشوف الفيديو ده وتقوم تعمل الوصفه دي، ما تكتريش ميه عشان الرز ما يعجنش منك. وهحط بقى البطاطس بس لما تبتدي الميه تغلي، وبعد كده بقى هغطي عليها وافضل بقى اشوف السمك اخباره ايه. صدقوني الاكله دي على قد بصي بتتعمل في حله واحده، بس انا طبعا عشان خاطر احنا عاملين سمك جنبها، واللي لقيته قدام مني لقيت القلايه دي قدام مني، والقلايه دي عندنا حجمها كبير قوي، يعني القلايه باينه كده، بس القلايه ديت بتاخد 2 كيلو رز على فكره. فقلت هعملهم في القلايه دي، هقلي البطاطس مع تحمير البصلايه مع التقليه كله 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 في القلايه دي. يعني حتى انت يعني انا في اليوم ده حتى ما وسختش مواعين كتير، كله كله في القلايه دي. مش يعني حتى اللي هتقوم تعمل الوصفه دي مش هتوسخ مواعين كتير في المطبخ لو هي تعبانه كده زي والبرد هدتها. يا ريت تدعوا لي بقى دعوه حلوه كده ولايك جميل، وتقولي لي بتتابعوني منين، واللي اول مره بيشوفني يشترك في القناه. بصي هي لما بدات تغلي كده شويه اهي، حاجه حاطه بقى البطاطس اللي انا قليتها وهقلبها كده على الرز. صدقوني الوصفه دي تحفه 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 ولذيذه. ودايما في السعوديه بيحبوا يعملوها في الشتاء كتير، يعني دايما في الشتاء بيعملوها كتير قوي، لانها يعني بتقولي احنا ديت معظم البيوت بتعملها في الشتاء. لان انا كنت واخده انطباع ايه ان جميع دول الخليج دول بيجيبوا طباخين ما عندهمش ستات خالص بتقف في المطبخ. طلعت المعلومه دي غلط، لان كانوا ناس كتير قوي مأكدين لي المعلومه دي، بس طلعت معلومه غلط على فكره. مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. والمعلومه ديت يعني من صديقات ليا في دول الخليج، في السعوديه وفي الامارات وفي العراق، قالوا لي لا، في بيجيبوا طباخين وفي كمان بتبقى ست بتشتغل وتيجي تعمل اكلها. المهم اديني غرفت اهوت الرز. بصوا طعمه وريحه وحلاوه. اللي لسه ما قامتش بقى عملت غداها كده تقوم تشطر كده تعمل الوصفه دي، وصفه جديده ولذيذه. عايزه تاكليها كده ماشي، عايزه تاكليها مع سمك مشوي زينا النهارده ماشي. وحد هيقول لي في عندك برضو بتاكلي سمك؟ انا بموت في السمك. ربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده. نهاركم سعيد. سلام.